ما عشان بص، اللي بيتكلم كتير ما تاخدش منه افعال. يعني اللي بيتكلم كتير ما تاخدش منه فعل. بتتكلم عن ايه؟ بتكلم عن لقاء النادي الاهلي والنادي الهلال. قبل ما ابدا اخويا الزملكاوي، السلام عليكم. نهارك سعيد يا اكسلانس، نهارك سعيد يا اول حاجه هنتكلم فيها، يعني هقولها زي ما بدات بيها، ان النهارده حلقه سخنه. الاهلي بينتصر على الهلال السوداني بثلاثيه بطلها فيها هو الجمهور. تاني، الاهلي بينتصر على الهلال السوداني ببطوله الجمهور، بدعم الجمهور، بعزيمه الجمهور. الهلال السوداني وقلتها قبل كده، الاهلي والزمالك مع احترامي عملوا لانديه دون المستوى انديه تتقارن بيهم، وبالذات الزمالك. يعني الاهلي تاهل، الزمالك ما تاهلش. يعني مثلا انت هتلاعب فريق زي الترجي، ليه تنهزم منه بره ارضك؟ كمثال يعني، ليه شباب بلوزداد تنهزم منها بره ارضك؟ طب ماشي، شباب بلوزداد تنهزم جوه ارضك. يعني اللي يغيظك ويحرق دمك ان احنا مسؤولين رايح جاي من فرقه جزائريه. انا مش هتكلم كتير في الزمالك، سيبني بقى انهي من موضوع الزمالك، لان بصراحه زعلان على مستوى الزمالك، وكان نفسي الزمالك والاهلي يبقوا متاهلين ونشوف بطوله ثانيه زي 2020 الاهلي والزمالك في النهائي، لكن ده ما حصلش. الاهلي النهارده بينتصر بثلاثيه ساعدوا فيها تالق كهرباء وحسين الشحات. الله يغفر لابوك يا ابني، عملت ماتش بصراحه عالمي، نزولك فرق جدا مع الاهلي. انا عايز افهم عن نقطه بقى يا جماعه، ليه كابتن احمد ابو قادر اللي انت كنت بتعمله في الماتش ده؟ ليه الانانيه دي؟ ليه انك تكتر في الكوره وتستلم فتره طويله وتقعد تلف يمين وشمال وفوق وتحت وتدور اللعيبه جنبك؟ اللي يزعلك كمان ان احمد عبد القادر لعيب مهاريا جامد، لكن الانانيه المفرطه اللي هو فيها دي بتضيع مجهوده وبتضيع مجهود الفرقه وحالها. يعني الاهلي كان ممكن يبقى اسرع لولا تباطؤ اتنين، احمد عبد القادر وحمد قفشه، اللي ما كانش له دور واضح خالص. يعني اللي كان باين وربنا يحفظه وزعلت قوي كزملكاوي عليه مروان عطيه. بصراحه لاعب جوهره، يعني الاهلي خطف والزمالك خسرها بسبب ايه؟ الجعجع اللي احنا كلنا عارفينه، اللي قاعد يقول لك انا خلصت فيه وانا عملت فيه، وصفقه بصراحه يعني اقول لك ايه، دعم من النادي الاهلي لفتره طويله. الاهلي بصراحه ربنا يحميه من الاصابات. يعني يبقى عندك لاعب كويس، انا مثلا بدعمه سواء اهلاوي او زملكاوي، لاعب ده ملوش دعوه بالرياضه، انت بتشوف اللاعب ده موهوب زي ما احنا كلنا عارفين ان امام عاشور موهوب. ارجع اقول لك مروان عطيه، هقولها واللي يزعل يزعل، افضل بكتير من اليو ديانج مع اختلاف المراكز. بس بصراحه لو انا بتقول لي لاعب مين، هقول لك لاعب مروان عطيه. بصراحه يعني مش عايز اقول لك حاجه، عظمه يا ابني، ربنا يحميك بجد والله العظيم. الاهلي عمل مباراه عظيمه، لكن ساعدوا فيها الجمهور. وان قلت لك قبل كده النادي الهلال السوداني فرقه كرويا مش جامده، يعني هي كرويا ما تجيش النادي الاهلي، لكن الاهلي بسبب الظروف اللي حصلت في لقاء الخمسه مع صن داونز هي اللي اثرت على مستوى الاهلي، وانه يكسب القطن هناك بسكور عمل فرق حلو مع النادي الاهلي، خلاه بجون واحد يقدر يصعد. والاهلي النهارده ثبت نفسه وصعد بثلاثيه نظيفه، وحط تحتها نقط نظيفه. ده يدل ان برضه الهلال الجمهور، وده على كلام المدرب بتاعه، عمل رعب ولخبطه للعيبه، لان لعيبه الهلال السوداني متعوده او اي فرقه في الفتره ديت مفيش جمهور بصراحه في السودان. فانك تلاقي جمهور، وبالذات الجمهور المصري بعيد عن الاهلي والزمالك، ليك حق تخاف. انك بتلاعب جمهور 50,000 ودخل اكتر من 50,000، عمل منظر يخوف اي فرقه. والهلال برضه ما كانش قادر يستلم كوره ولا يقدر يعمل اختراقات على الاهلي نهائيه. بس هرجع اقول لك في لعيبه النهارده زي احمد عبد القادر وقفشه محمد هاني ما كانوش على القدر اللي الجماهير مستنيه منهم، وبالذات يعني الاقل هاني عمل ماتش كويس، لكن مش السوبر، مش اللي عمله في كاس العالم للانديه. حسين الشحات بيرجع بالمستوى اللي جماهير الاهلي مسميها حسين المونديالي، عمل لقاء واثبت نفسه وجاب هدفين. يعني ده ان دل فيدل ان حسين الشحات بدا يرجع. وقلت لك قبل كده ان في خبر الاهلي بيحاول يجدد عقد حسين الشحات تاني، انه يستحق زي ما قلت لك في الفتره قبلها انه يستحق التجديد، لانه عمل مستوى يأهله انه يخليه يكمل برضه في النادي الاهلي. لكن انا كنت شايف برضه ان رامي ربيعه ما كانش المدافع السوبر، يعني ما يقدرش يكمل في الاهلي في ماتش زي صن داونز. خد بالك رامي ربيعه تاني مش المدافع السوبر اللي يقدر يشيل الاهلي في ماتشات صعبه زي ماتش صن داونز. فالاهلي برضه المفروض يركز على الدفاع، لان انا حاسس الدفاع فيه خلل، الجزء الخلفي النادي الاهلي حاسس ان فيه خلل. بعد اللقاء وحصل خناقه بين لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي الهلال،
وهتعرف الكلام ده بعد كده وهتشوف. وحصل كمان خلاف ومشاده بين لعيبه نادي الهلال وبين مين بقى؟ علي لطفي، لانه في غرفه التغيير ملابس قابلهم قال لهم على بلدكم روحوا. تاني يتقال بالنص على بلدكم روحوا. الراجل بيرد معلش يعني في الكلمه اللي حصل له في لقاء الذهاب، وده حقه. انا شايف ان ده حقه. ما تقوليش بقى اصل علاقات وكلام من ده، انا ضد اللي يحصل لي. بس هرجع اقول لك برضه لو انت حسبتها من ناحيه ثانيه، هم برضه حصل عليهم عقوبات، وعلى المخطئ في الهلال السوداني حصل عليه ما كانش يعني، انا كنت شايف الموضوع يعدي باماره ان انت كسبان عليهم سكور ودايس قويا عليهم، فكانش لا لازمه. وحصل كمان مشاده مع الامن، وهتعرف الاخبار دي قدام من التلفزيون ومن بعض المواقع. في النهايه انا مش عايز اتكلم كتير عشان الموضوع ما كانش مستاهل قوي، وقلت لك كده الماتش هيبقى صعب على الاهلي، لكن الاهلي سهله. في النهايه مبروك النادي الاهلي التاهل، وهارد لك لنادي الزمالك، وان شاء الله نعود احسن من الاول تاني. لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير، واللي جاي ان شاء الله يكون خير. كان معاكم الأنز، اشوفكم حلقه جديده، سلام.